السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم سما مصطفى. النهاردة في تجربة جديدة لمطعم سمعت عنه كتير الفترة اللي فاتت، فقلت أجرب وأشوف أخبار فطير الأنفوشي، وبالذات إنه ليه 4 فروع، فده معناه إنه جامد جدا. فقلت أنزل ونجرب مع بعض، ويلا بينا ندخل على فطير الأنفوشي. ودلوقتي بقى هنبدأ أول حاجة نشوفها مع بعض ونجربها سوا ونقول رأينا بكل وضوح. يلا بينا. ودي كانت الباكينج بتاعتي. تعالوا بقى نشوف الدنيا عاملة ايه. اللون بتاعها فيروزي، ايه اللون الجميل ده. تعالوا بقى نشوف مع بعض. ودي بقى البيتزا، دي بيتزا شرقي. اللي مش عارف يعني ايه بيتزا شرقي، هي فطير ومن جوه محشيه ومن فوق بيتزا عادي خالص زي اي بيتزا ايطالي، زي ما انتم شايفين كده. ودي بقى انا جبتها، اخترت نوع حلو قوي وهو دجاج بصوص الرانش بالشكل ده. دي شكلها من بره. تعالوا بقى نشوف ايه الحوار من جوه. شكلها مغري قوي يا جماعه. انا حبيت اعرفكم اللي طالع مع البيتزا 2 كاتشب بس، ومفيش مناديل او حاجه. يعني انا ملقتش مناديل ولا شوك ولا سكين ولا اي حاجه، هما 2 كاتشب بس اللي طالعين مع البيتزا. يلا بقى نجرب البيتزا الشرقي بصوص الرانش، وهقول رأيي بدون اي مجامله. بسم الله الرحمن الرحيم. صوص الرانش مش باين قوي، بس هي فيها الفراخ باينه الزيتون اكتر، مش اللي انا كنت متوقعه بصراحه. كنت متوقعه انها تكون اجمد من كده. الجبنه قليله، مش جبنه كتير. تاخد 7/10. ده رأيي. حاسه انها مش محشيه اوفر يعني، الحشو بتاعها عادي خالص. معتمدين على اللي عاملينه على الوش، يعني الستايل اللي على الوش بس، مش اكتر من كده. يلا بقى ندخل على الاكله التانية. نيجي بقى على البيتزا التانية او الفطيره التانية. ده الشكل بتاعها زي ما انتم شايفين. الحشو بتاعها من جوه مش من بره. نخلي الكاميرا تقرب. ده الشكل بتاعها، الحشو كله من الداخل. وده انا كان قصدي فيه عشان خاطر ان انا اعرف الطعم بتاعه اكتر، ما يكونش فيه الجبنه من فوق والشكل من فوق، فانا الموضوع ايه ياخدني في حته تانية. فيلا بينا نجرب الطعم. دي انا جبتها، هي اسمها الانفوشي، هي ميكس لحوم، فانا قلت ايه اجرب طعمها. يلا بينا نشوف ايه اللي جوه. اللي جوه سوسيس، مع انهم قالوا لي غير كده، ما كانش هيبقى فيها سوسيس. سجق. مفيش مشاكل الجبن اللي انا كنت متوقعاه برضو. تعالوا نجرب الطعم.
هي طعمها حلو، يعني هي طعمها حلو، بس السوسيس هو اللي طاغي على الطعم اكتر. يعني المفروض ان انا جايباها مشكل لحوم بسطرمه وسجق وكده، لا انا باكل سوسيس بس، ده الطعم اللي جه في بقي. ناخد قطعه تانية عشان ما نظلمش برضه، يمكن القطعه دي هي اللي فيها مشكله. تعالوا نشوف قطعه تانية. نفس الحوار، سجق سوسيس بس. ما فيهاش جبنه خالص، لا ما انا مش من النوع اللي بحب اصلا اللحوم المصنعه دي. انا بحب الحاجات الطبيعيه والبلدي، بحب اللحوم اللي هي بلدي، السجق يكون بلدي. لكن السوسيس ده انا مش بفضله ومش بحبه، مش لطيف بالنسبه لي، مع اني يعني قلت له هناك بس اكد عليا دي حاجه طبعا مش لطيفه ومش مقبوله من وجهه نظر 4/10. بس طبعا الناس اللي بتحب السوسيس اكيد هيحبوه ويكونوا مبسوطين بيه قوي. انا ولادي بيحبوا السوسيس فاكيد هيبقوا مبسوطين قوي بالموضوع ده. يلا نشوف الحاجه التانية. ودي تالت حاجه معانا، وهي رول. دي حاجه كده جديده اسمها رول. انا جبته سجق، الحمد لله ما جبتوش مشكل لحوم، كان برضه يبقى سوسيس برضه. ده الشكل بتاعه كده. هبدأ ان انا اشيل الكفر من عليه واضيفه. هو شكل زي ساندوتش بس فطير، ده كان ستايل جديد برضو، حبيت ان انا اجربه. يلا بقى نشوف شكله كله. ده الشكل بتاعها اهو، فطيره مقفوله. تعالوا بقى نشوف ايه اللي جوه. اخيرا اي حاجه تديني امل، اي حاجه تديني امل. انا زعلانه قوي بصراحه يعني. حسيت ان فيها في جبنه، يا مسهل يا رب. انا من النوع اللي عاشق الجبنه يعني. ده الشكل بتاعها، وان احنا ناكلها كساندوتش بالنسبه لي فكره جديده ولذوذه يعني. تعالوا ندوق بقى. حلوه قوي، فكره جديده. فكره الرول جميله. هي طبعا مش مديه الكريسبي شويه عشان بحب الفطير يكون من بره كريسبي شويه، هي طريه قوي. بس الجبنه مع الفلفل مع السجق طعمه حلو قوي. لو الكاميرا هي شايفه طعمه حلو قوي، لا جميل. ده 9/10. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا رب اكون قدرت افيدكم ومكونش ضيفه تقيله عليكم، وان شاء الله نتقابل في فلوج جديد. لو كنتوا قدرتوا تتابعوا الفيديو للاخر يا ريت تتابعوني وسبسكرايب، وان شاء الله اللي جاي احلى. نسيبكم في باي باي.